إزاي أختار شريك حياتي؟ السؤال ده بيتسأل ومفيش إجابة كده نموذجية ليه. ساعات الواحد بيفكر إيه هي بتيجي كده، يعني الموضوع بيجي كده وأنا بختار، والموضوع بقى والجواز أو شراكة الحياة دي ممكن تطلع بقى زي بطيخة قرعة ولا تطلع عادية ولا وتفر بقى وتبقى زي فزورة كده ومستنيين حلها بعد كام سنة قدام. الحقيقة إن الموضوع ما بيبقاش كده قوي، والموضوع مش بس هو مشاعر وأحاسيس، بس فيه جزء كده علمي وعقلاني. يعني إيه؟ يعني خلينا نقول انا لما بختار حاجه عشان تناسب حاجه، يعني انا لو بختار واحده او واحده بتختار واحد، هي في الاخر بتختار اللي يناسبني كواحد او اللي تناسبني كواحده. طب يبقى ايه على اساس ايه؟ خلينا اقول ان انا اول حاجه عايز اعرفها عشان اعرف اختار، ان انا ايه اللي بيناسبني انا، يعني انا ايه الحاجات اللي انا عايزها في الواحده اللي قدامي. صفاتها عامله ازاي، شكلها عامل ازاي، عيلتها عامله ازاي، ايه اللي انا ممكن اقبله منهم او اقبله من عيلتها او اقبله منها، وايه اللي ما اقدرش اقبله. يعني انا لو واحد مثلا بالنسبه لي الصدق مهم، ان انا ابقى صادق مع اللي قدامي او انا ابقى صريح بجيب من الاخر مع اللي قدامي مهم. لو انا رحت اتعرفت على واحده او قررت ان انا ارتبط بواحده بتحور، بتحب تقعد تلعب كتير، ما بتقولكش حاجه دايركت على طول، فده عكس اللي انا عايزه على طول. ان انا عايز حد يبقى صادق معايا، هي هتلعب. او العكس، واحد مثلا انا عايزه واحد كريم معايا، او عايزه واحد يكون مخلص ما يبصش بره، واروح رايحه متعرفه على واحد وارتبط بيه وعينيه زايغه، كل ما واحده تعدي وتليفونه مليان بنات، وكل ما واحده تعدي يبص عليها ومش واخد باله خالص وعادي بالنسبه له. طب هل ده يناسبني كواحده انا مش عايزه واحد يبص بره او يشوفني مش كفايه؟ يعني كده معناه ايه بالاخر؟ يعني انت بتقول انا اعمل ستاندر معين او اعمل يعني قاعده كده او لستة، ايه اللي انا عايزه او ايه اللي انا عايزاه في الشخص اللي ارتبط بيه، عشان على اساسه اقيس الشخص ده عليه. اه، يعني انا لو جيت قلت كده لستة، انا عايزه او انا عايز واحد آه عيلته واحد طيب، طيبة في الليستة. أنا عايزة واحد كريم، بكتبها في الليست. أنا عايزة واحد يشيل مسؤولية، بكتبها. أنا عايزة واحد يحافظ عليا أو يكون يعني إيه يصوني أو يخلي باله مني أو ما يفضحنيش أو ما يضايقنيش أو ما يكونش عصبي. يعني عايزة واحد يكون هادي أو عقلاني، فبيعرف يتعامل معايا بعقلانية وبهدوء، يعرف يحتويني. فبكتب الحاجات دي. طيب ليه؟ لان هي دي اللي هتناسبني، اللي انا فهمت مع نفسي، قعدت مع نفسي قاعده كده وكنت صادق مع نفسي، او بجيب مع نفسي من الاخر وبقول بقى ايه، بلاش تمثيل وتحوير وبتاع، قول اللي يناسبك بجد ايه. ورحت كاتب الحاجات دي، خلاص كده تمام، عملت الواجب بتاعي. ابتديت بقى ايه لما حد بيتقدم لي، هو انا بتقدم لحد بقيس. وده حتى اللي بيستخدم في قبل العلاقات خالص، لو حتى في المعارف عادي وفي الصحوبية عادي، او حتى في الصحوبية كأصدقاء يعني، او صحوبية ولاد وبنات. اللي هي ايه، هو انا بقيسك وانت بتقيسيني، انا بجرب معاكي وانت بتجربي معايا، وبشوف انت رايحة في نفس الاتجاه بتاعي ولا لا، ونفس الكلام، انت انت عايزني تتعرف عليا ولا هتلعب بيا ولا هتعمل ايه. فبتقيسي لا ده شكله لعبي يبقى بلاش منه، دي شكلها مثلا ماديه قوي بزياده ومش عايزانا، انا عايزه فلوس، لا يبقى بلاش منها. فمجرد ما انت عملت لستة او انت عملت لستة وقلتي اللي انا عايزاه مش اللي انا مش عايزاه، اللي انا عايزاه عشان اركز عليه، اي حد هيجي هيتحط كده في اختبار غير مباشر في الحاجات دي. يعني لو خرجني هيصرف عليا ولا مش هيصرف عليا، هيستخسر فيا ولا مش هيستخسر فيا، بخيل ولا كريم. دي لما هتنزل معايا هتقول لي اشتري كل حاجه، او انا هبعت لها وما تردش عليا، او هتعمل حاجات ما انا بقول لها مثلا انا ما بحبش ان انت تسلمي على حد من اصحابك مثلا الولاد، ما تسلميش بالايد مثلا، تروح هي جايه عادي قصادي وتروح مسلمه عادي، وبص انا هو ما تفرقش معايا كلامك. هي دي المواقف والحاجات الصغيره اللي انت هتقدر بيها تقيس اللي قدامك. ليه؟ لأن أنت لو عديت المرحلة دي ولقيت اللي قدامك مناسب ليك، هتدخل في المرحلة اللي بعديها تانية، اللي هي إيه؟ بتحطه في فريم أعلى، اللي هو كان الأول بس تعارف أو ارتباط. بتبتدي تتصور طب لما نتجوز تصرفاتنا هتبقى عاملة إزاي؟ هل هي تصرفاتها وطريقتها هتناسبني ولا لا؟ يعني أنا أجي أقول لها مثلا كواحدة لا، مشاكلنا ما تطلعش بره لحد من عيلتك،
تروح اول ما نتخانق تروح مكلمه وقايله للناس كلها في عيلتها. يبقى ساعتها دي ايه؟ طب لو احنا اتخانقنا دلوقتي في موضوع وراحت رايحه قايله لكل اصحابنا، يبقى هي نفس الكلام. الفكره لو اتجوزنا هتروح برضو تقول لكل اهلها وكل اصحابها ده احنا اتخانقنا. فاللعبه هنا عشان يبقى موضوع واضح وبسيط، ان انت حطيت ستاندر لنفسك وحطيت ستاندر اللي قدامك وقاعد بتقيس عليه. مجرد ما تعمل ستاندر ده ليك، الليسته دي ليك، وابتديت تتحرك فيها وابتديت تقيس الناس عليها او تقيس اللي هترتبط بيها او هترتبطي بيه عليها، هتوصل لنتيجه غير اي حد تاني، غير ان انت تجرب بالحظ وتشوف الموضوع هينجح ولا مش هينجح.